فكرت هتعمل إيه في قبرك لمدة 100,000 سنة؟ الموضوع يخض جدا، عارفة ده كلام الدكتور مصطفى محمود. خدوا فكرة واسمعوا بيقول إيه. بيقول هديكم طريقة نفعت معايا قوي وخلتني أركز في عبادتي أكتر. القبر مخيف طبعا لغير الصالحين. فكرت في ده وأنا دلوقتي عمري 54 سنة وكاره الدنيا واللي فيها. طب أنا هعمل إيه لما أكون ساكن القبر لوحدي يجي 100,000 سنة؟ عمرك اتخيلت ده؟ أنا بقى اتخيلته وبدأت أعمل كالتالي. هموت، كلنا هنموت. عندي قبر فاضي اسود مظلم تماما. طب القبر ده محتاج لأثاث. فضلت أتخيل كل استغفار بستغفره وكأني برسله لقبري يستناني هناك عشان يونس وحدتي. ده بجد